مؤخرا موضوع المواطر او الدراجات الناريه ولا كيشعل نقاش كبير في المغرب، في السوشيال ميديا ولا في الشارع حتى هو. وبزاف ديال المواطنين ولاو كيعانيو بشكل يومي بعض التصرفات الخطيره ديال اصحاب المواطر. وهنا كيتطرح السؤال: واش فعلا المشكل في الدراجات الناريه او المواطر ولا في طريقه الاستعمال ديالها؟ السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. الموضوع ديالنا ان شاء الله اليوم حول المواطر ولا الدراجات الناريه. ماشي كلشي بطبيعه الحال، ولكن البعض، وعلى الخطر اللي كيشكلوه على نفسهم في الدرجه الاولى وعلى الراجلين، على السيارات، على اي حاجه. اولا خصنا نعرفوا علاش تخترعت سياره ولا طياره ولا موتور ولا سفينه. هادشي شنو الهدف منه؟ هادشي كامل كيتجمع تحت وسيله النقل. اي اننا كنشري واحد سياره موتور ولا اللي كان غير باش يكون عندنا وسيله نقل، ماشي باش نتسقوا في الطرقان اولا حاومه فيها جوج مترو في الطريق وانت ماشي بالتصاين. اذا بغيتي تمشي في التصاين شري، كاينه الطريق ديال السباقات، سير نعم سيدي تما تسجل مع شي اكاديميه ولا شي لعبه وسير تما طرطق 100 وطرطق 200 و 300. شي تادي بها عباد الله في الطريق فيها جوج مترو، خرج لك غاشي عايز صغير ما دركش تجبر الفران تكون جيتي فيه. ومن غير هادشي هذا، بلا ما نهضروا على انك تادي واحد اخر، فكر غير في راسك ماشي بواحد السرعه اللي هي ماشي طبيعيه، واحد الموتور اللي هو اصلا ماشي ديك السرعه هذيك. طيحتي مشى لك رجل ولا مشى لك يد، شنو الفائده عندك من هذا الموتور ولا من هذا السوكان ولا من هادشي هذا كامل؟ شنو هي الفائده من هادشي هذا ديك الساعه؟ انك غتندم على حياتك كامله على النهار اللي عرفتي فيها شي حاجه اسمها الموتور. شحال من واحد بوبري كنعرفو هو راه مشات له رجل ولا يد ولا جالس معطو في الدار. شنو الهدف من مورا هادشي هذا كامل؟ الهدف هو انك تعذب الوالدين ديالك وتعذب راسك، وديك الساعه تسمى تكون غاموتي وما تبقاش في ديك الحاله هذه. كذلك كاين الناس اللي كتستعمل هذا الموتور بطريقه صحيحه، خدامه بها على ولادها، كتجيب بها الطرد الخبز، ولكن بواحد الطريقه استعمال كانها وسيله نقل او وسيله اللي كنسترزق بها الله، ماشي الوسيله اللي غنطير بها. ماشي النوع اللي كتلقى الضمان والسلوك هوادين ورويضه، ما عنده ضوء، ما عنده سينيال، ما عنده والو. شنو غتوقع ما عند واحد كيسوق دراجه بحال هذه؟ انه يقتل راسو ولا يقتل شي واحد صافي، لا اكثر ولا أقل. حاجه اخرى اللي هي الصداع. واحد بيت خدام او لاقي الخدام خصو ملي يجي يرتاح حتى الا كتمر راسك على المخده حتى كتسمع الله. شنو الاستفاده ديالك ملي غتصدع واحد اخر ولا ادي واحد اخر تشبع غدعاوي وتشبع غسبان؟ شنو هو الهدف من هادشي هذا؟ هو السؤال. في الاخر الاخوان، نصيحه لاصحاب الدراجات الناريه بصفه عامه. اخوان، ملي كتكون كتسوق يكون عندك مسؤوليه، اتقي الله في ديك المسؤوليه، اتقي الله في راسك وفي عباد الله اللي دايرين بك. سوق شويه خير، عندك عائله كتسناك في الدار ولا عندك والدين كيتسناوك في الدار، فكر هاد المسائل مزيان والله يقلل العثرات الاخوان. وفي النهايه قولوا لنا انتم الاراء ديالكم في هذا الموضوع هذايا، شاركوها معنا في التعليق، ونشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر. السلام عليكم.